أنا الأميرة أميرة اللي تخلص منها زوج أمها بطريقة بشعة جدا بسبب اللي كان بيشربه كل يوم بالليل الساعة 12 في منتصف الليل. نبدأ معاكم قصتنا وازاي هو قدر يخلص عليا مع اني كنت قوية جدا وبحكم البلاد مع امي وابويا. البداية خالص كان في قريتنا، كنت صبية جميلة جدا، كل الصبيان ينظروا إليها نظرات إعجاب، لدرجة إن في واحد منهم طلب إيدي من أبويا كان الملك ويليام. وأمي كانت ست جميلة جدا، أنا كنت طالعة شبهها. وبدأنا من هنا القصة بدأت لما أبويا كان في المعركة وحد من الأعداء ضربوه وتوفى في المعركة. كانت المعركة بالسيوف وبالخناجر وتوفى في المعركة. أمي اضطرينا أنا وهي نحكم البلد وما كانش ينفع نعلن ان ابويا ويليام انه توفى، عشان نقدر ما يحصلش تمرد وما يحصلش لخبطة في البلد. جه هنا مر سنتين قعدنا نحكم فيهم البلاد. جه وقت راجل كبير يكبر عن أمي ب20 سنة تقدم لها إلى الزواج وهي وافقت لكي يصبح في أسرتنا رجل نتسند عليه. وافقت وعملنا عرس كبير جدا. وقتها كان الملك سوفيت دخل البلاد بطريقة خبيثة جدا وتقدم لها إلى الخطبة وإلى الزواج. لما اتزوجها قعد معانا حوالي 3 أشهر بالظبط. بعد 3 أشهر حاولت أكدب نظري وأقول لأ، هو مش بيبصلي بصات غريبة ولا أي حاجة، بس في مرة اتأكدت إن نظراته غريبة جدا جدا. مرة كنت واقفة في البلكون وجه فجأة حط ايده على وسطي وانا رفضت جدا وشدت ايده من على وسطي. بعد كده هو صمم انه يتمادى في هذه التصرفات الدنيئة، ولما انا كنت نائمة بالليل حب هو يفتح الباب، بس انا حسيت وقمت سريعا بسرعة ندهت بماما بصوت عالي. ماما جت طبعا، هو استخبى وطلع وجري على الطرقة في التراك. تمام. جت امي قالت لي في ايه؟ قلت لها يا امي انا بحلم حلم واتخضيت فندهت لك، ما حبيتش اوقع ما بينهم واخرب ما بينهم الحياة. بعد كده جه حب يكرر الموضوع تاني، فجه بعد حوالي اسبوعين كرر الموضوع ده تاني. جه وفتح عليا، ساعتها انا كنت نايمة وتعبانة جدا وما حسيتش بيه. جه بعد كده فتح الباب وهجم عليا، انا قاومته بشدة وكنت هصرخ. قعد يكتم بقي لغاية اما نفسي انقطع عن الحياة ومت. بعد ما حكمت البلاد 2 سنين وكنت شخصية قوية جدا في القصر وكله كان بينفذ كلامي بالحرف، بس مت موتة مفاجأة، وده سبب موتي، الموتة الشنيعة دي. أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله.